السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده فيديو. النهارده انا جبت ديب فريزر جديد وعايزه يعني اوريهولكم وتتفرجوا عليه وتشوفوا معايا كل حاجه فيه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتحه مع بعض. وانا جايباه من شارع عبد العزيز واقول لكم على سعره ان شاء الله. وهو من جوه ما شاء الله مساحته كبيره وحلو جدا جدا، وهو 220 لتر والصافي بتاعه 165، والماركه بتاعته فريش. وبصراحه يعني ما شاء الله ما شاء الله ياخد كميات كتيره. وانا بدايه ما هحط طبعا هحط ايه الباميه اللي احنا فرزناها مع بعض كده. وحبايبي اهم حاجه اول ما يشتغل ما تحطيش فيه كميات كبيره، لازم تحطي حاجات بسيطه جدا حتى اول يوم فيه، على اساس الفريون يشتغل في جسم في المواسير كلها. وبالنسبه لي بصراحه هو يعتبر سعره يعتبر للايام دي مش غالي جدا. كان الاول طبعا رخيص عن كده، فمن الافضل انك اللي عايز يجيب دلوقتي. ليه؟ لان الحاجه كل مدى وعماله تعلى. وهو السعر النهائي بتاعه طبعا في شارع عبد العزيز الاسعار متفاوته، هتلاقي ده بيقول اعلى ده اقل كده. واول ما تجيبوه يا حبايبي ما تشغلوهوش على طول، لازم برضو تسيبيه لمده 3 ساعات، من 3 ل6 ساعات. من الافضل ان انت تجيبيه وما تشغلوش في نفس اليوم، على اساس ان ايه يبقى بيتحرك برضو الزيت بتاعه كده، فانت ما تشغلوش في نفس اليوم. وان شاء الله ان شاء الله يعني هينفعك جدا جدا. وفريش ماركه جميله ويعني عمليه جدا جدا معاكي وهتستحمل معاكي. وبصراحه يعني مش يعني بصي، هو عباره عن لمضتين، اللمضه الخضراء واللمضه الحمراء. طبعا بتشغليه بعد 4 ساعات او 3 ساعات حسب التبريد بتاعه. بتفصل معاكي اللمضه الحمراء، بيبقى خلاص خد نسبه التبريد، وبتبقى الخضراء بس هي اللي شغاله. وعلى فكرة ليه ارقام للتبريد من 1 ل5، فانش افضل حاجة هي الشركة عاملاها 3. فانش ما تلعبيش في الزرار ده خالص، وتسيبيه زي ما هو زي ما هم ظابطينه، ونسبة التبريد بتاعته كده مظبوطة. وكمان يا حبايبي في من اهم مميزاته اللي هو الزرار فاست فريز ده، بتجمدي بيه تجميد سريع. هو اقصى حد ليه 6 ساعات، ومن الافضل انك ما تخلوش ال6 ساعات برضو، يعني ما تشغلوش على طول عشان ما يبقاش استهلاك عالي على الموتور. هنقول اسمها ايه دي؟ ودي يا حبايبي قائمه بطاقه كفاءه الطاقه. يعني ايه؟ يعني عباره عن ان هو موفر لاستهلاك الكهرباء وبيشتغل بقى على كفاءه، وكل والموديل بتاعه والماركه والسعه بتاعته اللي هي 165 لتر. وبصراحه هو مميزاته جميله جدا. قبل ما اشتريه سالت عليه بصراحه، وكتير قوي شكروا فيه. فلو حبيتوا ان انتوا تجيبوا بصراحه فريش جميله وعمليه، وفي نفس الوقت يعني هتريحك خالص. ومن المميزات بتاعته يا حبايبي كمان ان هو ليه قفل مفتاح، لو عندك اطفال ولا حاجه يلعبوا في الباب بتاعه تقومي ايه الامان بتاعه تقومي قافلاه. وغير كده وكده يعني ايه هقولك، في كل حاجه حلوه، مميزاته حلوه. كل ما هتشوفي حاجه هتدوري عليها هتلاقيها فيه. والضمان بتاعه غير كده وكده 5 سنين، يعني مفيش حاجه ان انت تخافي انك تشتريه. وده يا حبايبي كل مميزاته. بس يعني ايه طبعا انا معرفش عيوبه ايه، بس سمعت بيقولوا ان من عيوبه ان الصوت بتاعه عالي. فطبعا انا مش شايفه ان هو عالي بصراحه. اكيد في اول ما بتشغليه بيبقى الصوت عالي عشان لسه المواسير بتتملي بالفريون وكده، وبعد كده اكيد هيبقى الصوت عادي خالص، يعني زي التلاجة بالظبط يعني. طب وكمان يا حبايبي معلومه تاني، ما ينفعش ان انت اول ما تشغليه في فيشه فيها مفتاح ولا حاجه، لازم يكون ليه باريزه لوحده، على اساس تبقي انت في الضمان وفي الامان ان شاء الله خير ومفيش حاجه تحصل باذن الله. وهو ممتاز جدا جدا جدا. واقول لكم ايه يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسفه حبايبي معلش انا نسيت اقول لكم السعر. انا جايباه من شارع عبد العزيز ب7300، بس في كتير بيقولوا اكتر من كده. يعني اللي هيجيب ما يجيبش من اول محل، يسال يخش كذا محل وهيلاقي ان شاء الله السعر المناسب ليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.